السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فاطمة عقروش. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غادي نحضروا واحد الصابلي العادي اللي ما كاينش شي بيت اللي ما سبقش ودار هذا الصابلي هذا، ولكن اليوم بواحد المقادير كيعطيه واحد البنه زوينه وزوينه بزاف. الا جربتوه ان شاء الله ما غاديش تبقاو تستغناو عليه، وغادي تخليونا ان شاء الله التعاليق ديالكم، وغادي يعني تبقاو ديروه دائما وباستمرار، لان واحد البنه فيه رائعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا ربعه ديال الزبده. الا كانت الزبده يعني الممتازه كان احسن. هنا درت لابريري. عندنا كاس ونص ديال سنيده، وكاس ديال الكوك، وكاس ديال ياغورت طبيعي بالفاني، وعندنا واحد شويه ديال الملحه. غادي نخلطوا الكل مزيان مزيان حتى كتولي هذيك الزبده بحال البوماد، وغادي نضيفوا واحد الكاس مع عمر ديال زيت المائده. هنا غادي نبقاو نخلطوا داكشي مزيان. بغيتو تخلطوا هكا في قصريه او لا في الهاشوار، كل واحد وكيفاش. غير هو الا كنتو كتخلطوا في الهاشوار او لا في العجانه، فاش تبغيو ديروا الدقيق تخليو يعني تخدموا بيديكم غير بشويه، لان ما يمكنناش نعجنوه، غير كنخلطوه. صافي غادي نخلطوه هنا مزيان مزيان كلشي حتى ينسجم، يولي بحال الشكل ديال البوماد. داك الكوك غادي يعطيه واحد المذاق رائع. بالنسبه للكوك، داك الكوك الميد اللي هو رقيق، ماشي ما يكونش غليظ، باش منين تقطعوه ما غاديش باش يعني يخرج من القالب ديال التقطاع ديال الصابلي. الا كان الكوك الكبير ما غاديش يصلح لكم. هنا غادي نضيفوا واحد الكاس مع مرش ديال الزيت، ودائما الكاس د العنبه هو اللي كنعبروا به. غادي نخلط مزيان مزيان هذا الزيت، و ونضيف الدقيق على حسب الخليط. بالنسبه للمذاق، هنا غادي نخلي المذاق ديال الفاني اللي درناه في اللي يعني في دانون او لا ياغورت، هو اللي غادي يخليه يعطي داك المذاق ويبان المذاق ديال الكوك. الكوك كيتواتى بزاف بزاف مع الياغورت. الفاني كيجي واعر. غير جربوها غادي يعجبكم بزاف. بالنسبه للعجين ما غاديش تكون قاصحه وما تكونش طريه بزاف. هانتوما بقاو معنا حتى غادي تشوفوا العجينه كيفاش غادي تكون. الا كنتو كتشوفوا هاد القناه اول مره، ما عليكم الا تضغطوا على زر الاشتراك، ومرحبا بكم في القناه، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم. بالنسبه للناس اللي معانا في القناه، مرحبا والف مرحبا. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. اللايكات باش الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن. بصراحه هاد القناه الصراحه غير ما بغيتش يعني نسمح فيها، نازله بزاف بزاف بزاف. وسبحان الله كان المحتوى اللي طايح كتلقاي عنده المشاهده، والمحتوى اللي يعني ما بيهش، ما غاديش نقول يعني مزيان، غادي نقول ما بيهش، كتلقاي المشاهده نازله. علاش؟ لان اللايكات ما كاينينش والبارطاج ما كاينش. المهم ما سخيناش بهاد القناه، وهذا ما كان راه تبارك الله راه 4 سنين والزياده وطالعين في الخامس. وهاد القناه سبحان الله مايته، ولكن كل حاجه فيها الخير. كنطلبوا دائما غير الحاجه اللي فيها الخير. الحمد لله على كل حال. بالنسبه للدقيق غادي نضيفوا الدقيق. هنا كنستعمل الدقيق ديال التريه. دائما في الحلوى كنستعمل التريه. كنضيف وانا كنخلط وعيني ميزاني، لان الخليط ما خصوش يجي قاصح بزاف وما خصوش يجي طري بزاف. غادي نبدا كنخلط هذا الخليط هكا حتى غادي نخلط الكل، وغادي نرجع معكم باش نقطعوا العجين على الشكل اللي شفتوا ديال الصابلي. كما قلت لكم كنتمنى تبارطاجيو القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، في الواتساب او لا في التيك توك او لا في الانستغرام، باش يطلع كما قلنا الفيديو.
ومرحبا بكم. هادشي ماشي مفروض، وانما كما كيقولوا من جودكم. هادشي اللي غادي نقول لكم. غادي نكمل على العجين ديالي، طولت عليكم بزاف الهضره. غادي نكمل العجين صافي، وقيله ما غاديش نزيد. صافي غير كنخلط صافي، وغادي نجمع العجين ديالي ونغسل يديا ونرجع معكم. بالنسبه للعجين هو على هذا الشكل هذا. ها القوام ديالو ملي كتضغطي على العجين كيتشرط على هذا الشكل. صافي كتحبسي وما كيبقاش يلتصق في اليد. صافي دابا غادي نغسل يديا ونرجع معكم نطلقوا العجين ديالنا. دائما كنطلقوا العجين ما بين واحد جوج بلاستيكات، نطلقوهم بالدلاك وكنحاولوا نطلقوا طلقه متساويه، يعني بالدلاك يكون متساوي، ماشي جهه رقيقه وجهه غليظه. صافي كنقطعوا بالقطاع اللي وحده كتكون متقوبه من الوسط وحده لا، على هذا الشكل هذا. وباش ما تغلطوش في الحساب كنديروا مثلا على حسب الطاوه اللي عندكم. كنديروا مثلا الطاوه ديالي هذه كتاخذ طاوه كتاخذ 5، طاوه كتاخذ 6. كندير 6 مدورين على هذا الشكل، و6 كنتقبهم على هذا الشكل باش كيجيني الحساب كيف قد باش كيجيو الجوج اللي غادي نلصقهم كيجيو قد ما كيشيطوليش غير اللي مفتوحين من الوسط، اولا كيشيطولي غير اللي مدورين على هذا الشكل هذا. هذا هو ليبيسور ديال الحلوى على هذا الشكل هذا. يعني ما كتجي غليظه بزاف، ما كتجي رقيقه، على هذا الشكل هذا. كنكمل حتى نكمل الطاوات ديالي وعاد غادي نشعل الفران وندوز نطيب. بالنسبه للحلوى ما تخافوش منها حيت ما فيهاش الخميره، ما غيوقع لها والو. تتكملوا الحلوى ديالكم في مره وعاد طيبوها. هانتوما بعد ما كملت الطاوات على هذا الشكل هذا، ودابا ندوز نطيب الحلوى ديالي. بعد ما طابت كتجي هكا. صافي كنجمع الحلوى باش كيسهل عليا الخدمه. كنجمع كل شكل بوحدو. هنا عندنا الناباج باش غادي ندهن الحلوى اللي هي متقوبه، باش غادي ندير لها الكاوكاو اللي حمرته وهرمشته. هانتوما على هذا الشكل. حتى كنوجد واحد العدد من هذا اللي فيه كاوكاو، وغادي ندوز ندير واحد شويه في الوسط باش يعطيني داك اللوين اللي كيجي في الوسط نتاع الحلوى. هنا درت الناباج، واحد المعلقه د الجليكوز، والنسمه ديال الفخومبواز. بالنسبه اللي كيبغي يدير كونفيتير ممكن يدير كونفيتير. هنا بالنسبه النسمه عفوا ديال الفخومبواز كيجي رائع، كتواتب بشكل خطير مع الكوك، كتجي رائعه. صافي غادي نكمل الحلوى ديالي على هذا الشكل هذا. هانتوما وبالصحه والراحه. كنتمنى ما تنساوناش كما قلت لكم لي لايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم مره ثانيه، وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم. وشكرا على التعاليق ديالكم وعلى التحفيزات ديالكم. شكرا بزاف بزاف. الى الفيديو المقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.